السلام عليكم الاخوه والاخوات، كي دايرين؟ يعني نتمنى تكونوا حابين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي نوضح لكم كيفاش نقدموا شكايه او الاتصال برقم مصلحه الزبناء باش نحلوا المشاكل اللي تنوقعوا فيها، يا اما مشاكل في الاغلاط ممكن نوقع غلط في الاسم او في الريب، يعني نساو شي رقم في الريب، او المعرف الاجتماعي والمدني اللي تاو ممكن نساو فيه شي رقم. كل هادشي غادي نوريكم كيفاش تقدموا شكايه باش نحلوا هاد المشاكل هادو في الموقع الرسمي اللي طرحته الحكومه اللي هو www.ast.ma المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر. وراه ديجا هضرت وحطيت واحد الفيديو في قناتي الرسميه على اليوتيوب كيفاش نعمروا هاد المعلومات هادو في هاد الموقع الرسمي، والرابط هاد الفيديو غادي نخليه لكم في صندوق الوصف باش اللي بيشوف كيفاش يعمر المعلومات تاعو بدون خطأ وبطريقه سهله. ما عليه الا يتبع الفيديو اللي غادي نحط لكم كما قلت في صندوق الوصف. وراه جبت لكم اخبار حصريه باللي ان شاء الله هذا الموقع غادي تدار ليه واحد الميزاجور باش يضيفوا كيفاش اللي بغى يتبع مآل الطلب ديالو فين وصل الملف ديالو يتبعو عن طريق هذا الموقع، ولا الا بغى يدير تحيين المعلومات يعني يعاود تصحيح المعلومات راه ممكن يلقاهم في هذا الموقع هذا، حيت راه ما يمكنش بان الموقع بلاتفورم تحطات من لدى الوزاره وما يكونش فيها بحال النقط الاساسيه كتحيين المعلومات وتصحيح المعلومات ونتبع الطلب تاعي فين وصل هذا الملف ديالي فين وصل. راه ما دايرينوش، راه ما يمكنش. هذا كنقول لكم راه ان شاء الله يصبروا، راه غادي يكون مزاجوا لهذا الموقع هذا من هنا اسبوع ان شاء الله، باش غادي تضافوا هاد الميزات هادو او هاد الخانات هادو باش تصحوا المعلومات تاعكم، تحيي المعلومات وتتبع الملف ديالكم فين وصل. كما كتشوفوا هذه هي واجهه الموقع، سواء حليتوه من البورطابل ولا من البيسي راه نفس الواجهه. هنا تعطيكم هذه الواجهه هذه، غادي نهبطوا لتحت اسفل الموقع حتى كنلقاو هنا معلومات عمليه، غادي نلقاو معلومات وشكايات. هنا غادي نكليكو على هاد المعلومات وشكايات، نكليكو عليها غادي يعطيونا هاد الصفحه هادي. هاد الصفحه هادي هنا كيعطيونا ارسل لنا شكايتك واسئلتك من خلال تعبئه الاستماره ادناه، يعني كيطلبوا منا نعطيهم الشكايه تاعتنا ونطرحوا عليهم الاسئله باش يعرفوا شنو المشكل اللي عندنا من خلال معلومات الاتصال، يعني المعرف المدني والاجتماعي الرقمي. كندخلوا هنا ديال رب الاسره، غندخلوا المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وهنا كندخلوا البريد الالكتروني اللي جيجا قلت لكم خاص من الاحسن ديروا البريد الالكتروني اللي من خلاله غادي يتواصلوا معكم. وحتى اللي ما دخلوش ماشي مشكله، راه كاين الرقم الهاتف اللي ديجا مدخلينه في المعلومات السابقه. وهنا كيطلبوا منا اعطينا تفاصيل حول طلبك، يعني العنوان اشنو هو المشكل اللي عندنا. العنوان يعني عندنا بان مشكل في الاسم، مشكل في الريب، مشكل في في المعرف المدني والاجتماعي الرقمي. نكتبوا لهم العنوان تاع المشكل. وهنا الشكايه، يعني اشنو هي الشكايه، فيها 255 حرف كحد اقصى. يعني الشكايه غادي تشرح لهم التفسير الممل، يعني شنو هو المشكل اللي عندك. يعني شكايه السلام عليكم، سواء هضروا معهم بالدارجه ولا اللغه العربيه الفصحى. يعني السلام عليكم، انا عندي مشكل كذا كذا في الاسم وقع ليا وكتبت هكا. المهم تشرحوا لهم باللي ديتاي تاعكم، ومن بعد غديروا ارسل طلبي، غتكليكي ولا ارسل طلبي وتسناو غادي يردوا عليكم، غتلقاو الجواب تاعكم في البريد الالكتروني. او الناس اللي ما دخلوش البريد الالكتروني غادي يتصلوا بهم في الرقم الهاتف اللي ديجا مدخلينه. وكاينه طريقه اخرى اللي ممكن نتواصلوا معهم من خلال ارقام وضعتهم الوزاره في هذا الموقع هذا باش نتواصلوا معهم، اللي هما مركز الاتصال او المجيب الالي كما كتشوفوا، باش تتواصلوا معهم وتهضروا معهم وتقولوا لهم المشاكل اللي عندكم. الا ان ممكن تلقاو مشاكل في هاد الارقام هادو بسبب الضغط اللي موجود، يعني غادي يكونوا بزاف الناس غادي يتصلوا بالارقام، لذلك غادي يكون الضغط على هاد الارقام. ومن الاحسن تدفعوا شكايه عاديه كما قلت لكم باش تقولوا لهم اش كاين وغادي تسناو الجواب.
هذه اسهل طريقه بان لي انا. وهنا كينتهي هذا الفيديو هذا القصير والمبسط اللي كيفاش ممكن تفاه شكايه باش تحل المشاكل تاعك. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وشاركوا هذا الفيديو هذا باش تعم الفائده، وبارطاجوه. والسلام عليكم.